السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أسهل وأحلى آيس كريم صحي بمكونين اتنين وبس وبكمية كبيرة. هنعمل حوالي 17 وحدة آيس كريم، وكمان هنعمله في الكوباية علشان اللي ما عندوش قوالب يقدر يعمله بسهولة. ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة هجيب شوكولاتة خام، وطبعا اللي عايزة صحية 100% يستخدم شوكولاتة دارك غامقة تكون نسبة فيها الكاكاو عالية قوي. أنا استخدمت الباكو دوت حوالي من 100 ل 150 جرام. هسيحها كده في الميكروويف أو على حمام مية دافية، وبعدين هجيب 4 موزات كبار. بس الموز اللي عندي ده صغير فانا هستخدم 8 موزات، لكن لو الموز اللي هتستخدموه كبير يبقى تستخدموا 4 وبس. هقطعه حتت صغيرة وبعدين هحطه على الشوكولاتة وهضربهم مع بعض كويس قوي في الخلاط او الهاند بلندر لغاية لما يبقى قوامه كده ناعم خالص. وبعدين هنجيب كوباية كرتون او بلاستيك من الخفيف دوت اللي هو استخدام مرة واحدة، بلاش نستخدم ازاز، وهنحطه فيه الخليط وهنحط فيها اعواد الايس كريم. بحط 2 في كل كوباية كده اهو، علشان كل كوباية هتطلع لي 2 ايس كريم. عملت كمان شوية تانيين بالشوكولاتة البيضاء، بس دي بقى مش مع الدايت خالص. الشوكولاته الدارك بس الغامقه هي اللي مع الدايت. بس كانت غلطه عمري ان حطيتها في القوالب دي. القوالب دي من زمان قوي عندنا، فقلت استعملها بدل ما هي مركونه كده اهو. وكانت ابشع غلطه عملتها، لانها مرضتش تطلع خالص من القوالب. بعد ما اتجمدت جايه بطلعها لقيت العصايه طالعه كده في ايدي لوحدها، كل حته مستقله بذاتها. فلو عندكم القوالب البلاستيك الناشفه دي ما تستخدموهاش في الوصفه دي بالذات. انا استخدمتها كده من فتره بس مع نوع ايس كريم تاني، كانت حلوه قوي. الغلطه بقى التانية، سيحت شوكولاته وحطيت عليها سوداني مجروش، بس للاسف كترت الكميه. لما بنضيف اي نوع مكسرات على الشوكولاته وهي سايحه قوامها كده بيختلف وبتتقل. اصل الطمع وحش وانا طمعت وزودت معلقتين بدل معلقه واحده. الغلطه بقى التالتة. ايه ده، كل دي غلطات في فيديو واحد؟ امال ايه؟ ما انا لازم اقول لكم على كل غلطاتي عشان ما نكررهاش تاني. نقول بقى الغلطه التالتة. جبت قوالب الكرتون علشان اطلع الايس كريم منها، فضلت كده ادفيها بايدي شويه صغيرين قوي لغايه لما عرفت اطلعها كده، بسحب بالراحه العصايتين مع بعض. بس مش دي الغلطه لسه. الغلطة اني سبتها والجو حر قوي لغاية لما قعدت اقلب السوداني على الشوكولاتة واعمل شوية حاجات تانية، كانت ابتدت تنهار في الجو دوت. فانتوا بعد ما تسيحوا الشوكولاتة وتجهزوا كل حاجة كده، طلعوا الايس كريم على طول من الفريزر وغطسوه على طول في الشوكولاتة. قسمت بقى كل كوباية لاتنين ايس كريم بالسكينة كده، وبعدين هغطسها في الشوكولاتة على طول. ودي بقى الغلطة الخامسة، مش عارفة 4 ولا 5. يلا المهم ان هي مش الاخيرة شكلها كده. ولاني مليت الكوباية ما خليتش فيها منفس ان دخل الايس كريم فيها، شايفين بقى هو ده اللي حصل. هو ده بقى اللي قلت لكم عليه، لما كترت سوداني تقلت الشوكولاته بالمنظر دوت. واخيرا بقى قلت استخدم القوالب السيليكون علشان نصلح كده شويه الغلطات البسيطه اللي فاتت ديت. القوالب دي على فكره مش غاليه خالص، يمكن من كام سنه كده كان سعرها غالي قوي، بس دلوقتي علشان انتشرت ما بقتش غاليه. فلو بتحبوا تعملوا ايس كريم على طول هاتوها بدل ما تشتروا كوبايات كرتون. حطيت بقى هنا الخليط في ازازه كده بتاعت الصوصات، على اساس بقى يبقى المنظر جميل كده وما اقعدش اوقع بره القالب. بس بما اني كنت حاطه جوه الخليط دوت سوداني، فما كانش عايز يعدي من الفتحه. مفيش فايده برضو، لازم تكسفني. فتحتها بقى كده وحطيت كده منها على طول. ما كمل الاول حطيتها في كوبايه وخلصنا، لكن ازاي؟ لا لازم ابهدل نفسي الاول. وبس كده بعدين بقى ندخلها الفريزر من 5 ل6 ساعات. بس المره دي سيحت شوكولاته الاول وجهزت كل حاجه وبعدين طلعتها من الفريزر. اه، ما الواحد لازم يتعلم من غلطاته طبعا. المره دي كمان ما حطيتش على الشوكولاته سوداني، بنزل ايس كريم فيها ونطلعها على طول علشان تعمل طبقه خفيفه كده من الشوكولاته. انا بقى غطستها وطلعتها، غطستها وطلعتها لغايه لما كونت صبة اسمنت مسلح عليها وبقت طبقه شوكولاته تخينه. لا وكمان شقت مني علشان فضلت ادخلها واطلعها في الشوكولاته كذا مره. ما هو طمع بقى، عايزاها مليانه شوكولاته وهي المفروض نغطسها مره واحده ونطلع على طول، ما نستناش عليها. دي الوحيده تقريبا اللي مشقتش معايا علشان غطستها مره واحده. الفيديو ده تعبني بصراحة من الغلطات، بس يلا الواحد مش بيتعلم بالساهل. المشكلة بقى كلها ما كانتش في المكونات، لا ابسولوتلي، دي كانت في الصب والحط والجو. المهم بقى في نهاية المطاف اننا عملنا ايس كريم قمر كده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير عشان انا تعبت من كتر الكلام اكتر من الفيديو نفسه. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.